السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناتنا وقناتكم قناة المراجع المصري للمحاسب القانوني محمد صفوت. أول ما نبدأ بيه الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. احنا النهاردة دي الحلقة الثالثة من الحلقات اللي احنا اتكلمنا فيها على التعديل الجديد اللي نزل في قانون الضرائب اللي هو خاص ب91 لسنة 2005 والتعديل اللي هو 30 لسنة 2023. وهسيب لكم التعديل في وصف الحلقة ان شاء الله عشان للي حابب ان هو يطلع على التعديل بالكامل. فكنا اتكلمنا في الحلقتين اللي قبل كده، اتكلمنا على المواد اللي تم تعديلها في جزء كبير منها، وان شاء الله النهاردة هنستعرض سريعا باقي المواد اللي احنا اتكلمنا عليها وهنبتدي فيها عشان نخلصها، ودي هتبقى الحلقة الأخيرة من الحلقات الخاصة بالتعديل. أول المواد اللي انت هنبتدي نتكلم فيها اللي احنا هتشوفها قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة، وهنتابع مع بعض المواد دي أول بأول. أول جزئية معانا اللي هو التعديل في المادة رقم 22 اللي قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي من القانون الضريبي، واللي كانت بتتكلم على جزئية الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة زي ما حضراتكم شايفين قدامكم. المادة دي كانت قبل التعديل كانت بتقول أن تكون حقيقية ومؤيدة بمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجري العرف على إثباتها بالمستندات. التعديل اللي تم عليها أضاف فيه موضوع الإيصالات والفواتير الإلكترونية من أول يوليو عام 2023، وقال إن بيجوز للوزير مد المهلتين لفترة لا تزيد عن سنة، وده وفقا للائحة التنفيذية اللي احنا منتظرينها إلى الآن. وكمل بعد كده عدد التكاليف والمصروفات التي لم يجري العرف على إثباتها، بس أعطى للوزير صلاحية إنه يستثني بعض التكاليف والمصروفات من استلزم إثباتها بفاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني. في هنا جزئية مهمة عايزين نتكلم فيها مهمة قوي. إيه هي؟ أول حاجة إن إحنا دلوقتي بنحسب بالنسبة للجزئية اللي إحنا اتكلمنا فيها في موضوع الفواتير الورقية، كده الفواتير الورقية تم إلغائها بالكامل، واحنا دلوقتي بقينا بنتعامل بايصالات وفواتير الكترونيه. من اول 1/7/2023 مفيش حد يطلع فواتير او ايصالات ورقيه. كل الشغل اللي هيتم بعد ذلك بعد 1/7/2023 هيكون كله عباره عن فواتير الكترونيه فقط. فاي حد شغال سواء منشأة فردية، شركة، أي نوع من أنواع الشركات، لازم يبتدي يروح للشركات اللي هي بتطلع الأختام الإلكترونية ويبتدي يشتري أو توقيع إلكتروني على حسب نوع الشركة أو المنشأة الفردية اللي احنا بنتعامل فيها، لأن زي ما انتم عارفين إن المنشأة الفردية بيقابلها التوقيع الإلكتروني والشركة بيقابلها الختم، ومن حق في المنشأة الفردية إن أنت تاخد التوقيع أو تاخد الختم. فده سريعا الجزء اللي ما استثنى بيه بقرار من الوزير. في تعديل تاني قام بيه في المادة رقم 33 من قانون ضريبة الدخل، واللي بتتكلم عن التكاليف والمصروفات واجبة الخصم. في البند رقم 3 و4 قال ايه؟ رقم 3 المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقا لنظامها الخاص بالمعاشات. ورقم 4 أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجته وأولاده القصر، ولكن اشترط شرط انه لا تزيد جملة ما يعفى للممول من صافي الايراد الخاضع للضريبة على 3000 جنيه سنويا. عدل الجزئية الخاصة بال 3000 جنيه دي وخلاها الى 15% من صافي الايراد الخاضع للضريبة او 10000 جنيه سنويا ايهما اقل. فمهم جدا ان انت تعرف الجزئية ديت عشان لما تيجي تعمل الاقرار بتاع الشخص او الشركة اللي انت بتتعامل معاها في جزئية التأمين الصحي. طيب في الباب السادس الخاص بتوزيعات الأرباح في قانون الضرائب 91 سنة 2005 ضاف مادة 46 مكرر، واللي كانت بتتكلم عن توزيعات الأرباح على الأسهم والحصص التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص زي ما هو واضح أمام حضراتكم على الشاشة. وأضاف في التعديل إنه أدخل الشركات المدنية وقال إنها بتعامل معاملة شركات الأشخاص. وكمان أضاف إن تسري الضريبة على أرباح وعوائد وتوزيعات الاستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار العقاري وصناديق القبضة المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 سنة 2090. طيب بكده أدخل أنواع جديدة من الشركات وأضاف صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري اللي واجب عليهم خصم ضريبة توزيعات الأرباح وتوريدها للمصلحة. وكمان أضاف المادة 46 مقرر واحد، واللي تعديلها برضو أدخل عليها صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري وصناديق القبضة، وقال إن توزيعات الأرباح الضريبية عليها
هتكون 15% على الأشخاص الاعتبارية و5% بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، بس ساب النسب القديمة اللي هي الخاصة بالتوزيعات في البورصة، اللي هي الخاصة ب10% على التوزيعات و5% بشرط ان تكون الأوراق المقيدة ببورصة الأوراق المالية. وكمان أضاف في المادة 46 مقرر في الفقرة 1 ان مبادلة الأسهم اللي بتتم من شركة مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وشركة غير مقيدة فيها بالنسبة إلى شركات المودعة أسهمها بإحدى شركات الإيداع والقيد المركزي. وأضاف في حالة التصرف في الأسهم بيتم حساب الأرباح الرأسمالية على أساس تكلفة الاقتناء الفعلية للأسهم قبل المبادلة أساسا لحسابها، ودي جزئية هنشرحها بعد كده إن شاء الله لأنها دي محتاجة حلقة كاملة لوحدها. وأضاف في فقرة جديدة في المادة 46 مكرر وهي الفقرة الرابعة، قال فيها: وحال كان متصرف في الأوراق المالية غير المقيدة والحصص بالشركات غير مقيم فيلتزم بحساب وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ المعاملة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من القانون. وبرضو أضاف بعد التعديلات على المادة 46 مقرر 4 خاصة بعمليات الأسهم والحصص، وأضاف نص مستحدث هتلاقي حضرتك دلوقتي أمامك على الشاشة، وهسيب لك برضو نص القانون عشان حضرتك تقدروا تقروه. وفي تعديلات كتير وفي جزئية خاصة بيه ممكن نبقى نشرحه لوحده في حلقة قادمة إن شاء الله، أو إن أنت ممكن تقرأ الجزئية ديت إن شاء الله واضحة في القانون، فإن شاء الله مش هيكون فيها لبس في الجزئية ديت. طيب، في عندنا بقى في المادة رقم 50 في قانون الضرائب قال ايه، وهي الخاصة بالاعفاءات على الاشخاص الاعتبارية. وزي ما قلنا قبل كده على موضوع الاعتبارية اللي هو بمعنى المبسط الشركات او الجمعيات الاهلية مش المنشآت الفردية. في الفقرة الثالثة كان نص الاعفاء هو الجمعيات والمؤسسات الاهلية منشأة طبقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر بقانون 84 لسنة 2002، وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله. التعديل اللي تم إنه شال الفقرة الخاصة بالقانون اللي هو 84 لسنة 2002 في البند رقم 7، وتم تعديل البند بالكامل، وأصبح الإعفاء على عوائد السندات غير المحكومية المقيدة في جداول البورصات المصرية. في القانون القديم برضو قبل التعديل كانوا عبارة عن 13 بند، تم إضافة البنود أرقام 14 إلى 18. في البند 14 كان بيتكلم عن أرباح صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وفي البند 15 بيتكلم عن أرباح صناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، وفي البند 16 اتكلم عن أرباح وصناديق وشركات رأس المال المخاطر المنشأة وفقا لقانون رأس المال، ووضح شروط ليهم هتسيبها لكم برضه، هتلاقيها كلها في التعديل موجودة بالكامل الشروط ديت. وهنمر سريعا على بعض التعديلات اللي تمت في القانون. في المادة 52 تم تغيير أن لا يعد من التكاليف واجبة الخصم القروض والسلفيات التي تأخذها الأشخاص الاعتبارية في القانون قبل التعديل ما يزيد عن 4 أمثال متوسط حقوق الملكية. أصبح التعديل لا يزيد عن مثلي متوسط حقوق الملكية بدل من 4 أمثال. جه برضه في المادة 56 ولغى جزئية الإعفاء من الاستقطاع من المنبع عند الحصول على قروض أو تسهيلات أكثر من 3 سنوات بالنسبة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص. ودي جزئية هو برضو ضاف عليها مادة جديدة بالنسبة للتعديل دوت اللي تم، وان هو حطه على مدد زمنية بحيث ان ما يبقاش مرة واحدة بتتلغي الاستقطاعات ديت، وعشان تبقاش مشكلة كبيرة على الشركة اللي كانت بتستخدم. اخيرا بقى في الكتاب الثامن من القانون 91 اضاف في المجلس الاعلى للضرائب حدد صلاحيات المجلس وطريقة عمله، واضاف في المادة 40 اللي بتتكلم عن يستحق الممول من الأشخاص التابعين حافزا بما لا يجاوز نسبة 5% من الضريبة المستحقة سنويا حال تقديم فواتير وإيصالات إلكترونية، وهيصدر الوزير الضوابط والإجراءات المنفذة لذلك. ودي هننتظرها في اللائحة التنفيذية والكتب الدورية. بالنسبة طبعا للمجلس الأعلى للضرائب أنا عارف مش كتير من حضراتكم مهتم بجزئية المجلس الأعلى للضرائب، بس بالنسبة للصلاحيات للي حابب يرجع للصلاحيات هيلاقيها موجودة كلها بالكامل في القانون بالنسبة لصلاحيات المجلس الأعلى للضرائب. نيجي بقى لجزئية مهمة جدا، ودي أعتقد من أهم الأجزاء اللي احنا محتاجين نتكلم عليها في القانون، وهي المادة الثالثة في الأحكام الختامية.
واللي اتكلمت عن قانون 152 لسنة 2020 اللي هو الخاص بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ودي اعتقد هتمس جزء كبير جدا من الممولين واصحاب الشركات اللي هم كانوا شغالين على القانون الضريبي ونقلوا بعد كده على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة. قال ايه؟ قال وفيها وقال فيها ترتبط الضرائب غير النهائية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون على المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 10 مليون جنيه وفقا للأحكام المادتين 93 و94 من قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الصادر بقانون 152 لسنة 2020، وبما لا يقل عن قيمة الضرائب التي وردت في الإقرارات الضريبية لهذه المنشآت والشركات، وذلك دون الإخلال بحق الممول في أن يختار أن يحاسب ضريبيا وفقا لأحكام المقررة بقانون الضريبة على الدخل بهذا الشأن. طيب، في المصادر مبدئيا هسيب لكم نسخة من قانون 152 لسنة 2020 للي حابب يرجع. ببساطة المادتين دول بتتكلم عن النسبة اللي بتدفع من حجم المبيعات. طبعا مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان الشركات دي ما تجاوزش رقم اعمالها السنوي 10 مليون جنيه، لان لو تجاوز رقم اعمالها السنوي 10 مليون جنيه خرجت بره قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فالنسب ديت بتبقى بارقام ونسب هتلاقوها على الشاشة، بس مهم جدا ان النسب والارقام دي للناس او للممولين اللي داخلين قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشرط الا يزيد حجم اعماله السنوي عن 10 مليون جنيه. طيب، هوضح لحضراتكم جدول مبسط ظاهر امام حضراتكم الان عن النسب لكل رقم اللي بتدفع في الاقرار الضريبي السنوي طبقا لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة. والجدول ده زي ما ظاهر قدام حضراتكم، لو حجم الأعمال من صفر أو جنيه لحد 250,000 هيدفع 1000 جنيه سنويا. لو من 250,000 ل500,000 هيدفع 2500 جنيه سنويا. لو من 500,000 لمليون هيدفع 5000 جنيه سنويا. لو من مليون ل2 مليون جنيه هيدفع نص في المية من حجم الأعمال. لو من 2 مليون ل 3 مليون هيدفع 75% من حجم الأعمال. لو من 3 مليون ولا يجاوز 10 مليون هيدفع 1%. طب فرضا ان هو تجاوز ال 10 مليون، تجاوز ال 10 مليون يبقى هو كده بيخرج بره قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة. طيب، نرجع بقى لجزئية المادة بتاعتنا اللي احنا كنا بنتكلم فيها. ايه هي جزئية المادة دي بقى؟ الأهم بقى ان انت كنت لو بتقدم إقرارك الضريبي اللي هو عن قانون 91 لسنة 2005 وكنت بتقدمه برقم وليكن مثلا ان انت بتدفع ضريبة من 20 ل 30 الف جنيه سنويا، وجيت دخلت تبع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي هو 152 لسنة 2020 والرقم ده كان اقل من الاقرار اللي انت بتقدمه تبع قانون الضرائب، في الحالة دي لازم تقدم الاقرار بتاعك بنفس المبلغ اللي تقدم او المبلغ اللي تقدم فيه الاقرار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انت دلوقتي قدمت الإقرار بتاعك في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودفعت نسبة، النسبة دي لو الرقم أقل من الضرائب اللي أنت دفعتها تدفع نفس الرقم اللي سابق. طب هنا السؤال هنا، هل الإقرار السابق ولا متوسط الإقرارات ولا الإقرار اللي قبله؟ طب هل لازم أدفع نفس الرقم ولا أقل منه؟ إيه الجزئية دي اللي هننتظرها في اللائحة التنفيذية من القانون اللي هو الخاص ب 30 لسنة 2023 عشان يوضح لنا الجزئية الخاصة بتاعت المشروعات. ليه مهم جدا الجزئية دي؟ عشان زي ما قلت لحضراتكم ان انت لما تيجي تقدم الاقرار بتاعك تبقى عارف انت هتعمل ايه في الجزئية دي. طيب، ده كده كان استعراض سريع للجزئية الخاصة بقانون 30 لسنة 2023. ارجو ان يكون وصلت لحضراتكم ولو مقدار بسيط من المعلومة. وقناتنا وقناتكم قناة المراجع المصري للمحاسب القانوني محمد صفوت. السلام عليكم.